الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وتدارسه من أجل العمل به، فإن القرآن ما أنزل إلا للتدبر والعمل، وكل آية فيها من العلم والعمل، والله تبارك وتعالى به عليم. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في أمره بعبادته وحده جل وعلا، ونصب الأدلة على ذلك، وأن الله عز وجل هو الذي سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض. وصلنا إلى قوله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله عز وجل هو المستحق العبادة، لأنه هو الذي خلقنا وخلق لنا ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لنا ذلك جل وعلا. فيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني من أقر أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت الباعث لعباده يوم القيامة، وأنه على كل شيء قدير، من أقر بذلك فيلزمه الإقرار بتوحيد الألوهية. إذا كان هو الذي خلقك ورزقك، إذن هو الذي يستحق العبادة. علم منه أن الذي لم يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت لا يستحق شيئا من العبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، والسماء بناء أي سقفا محفوظا مرفوعا. ثم قال جل وعلا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء من السحاب، كما ذكر جماعة من المفسرين، ماء وهو ماء المطر، يعني ماء مباركا، كما ذكر الله عز وجل في آية أخرى من كتابه: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. وهذا الماء المبارك أنبت الله عز وجل به الزرع وأنعم به على عباده، فلهذا قال: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالله عز وجل هو الذي يخرج الثمرات، وهو الذي يبارك في الأرض حتى تنبت ويخرج الزرع، وإلا قد يعمل الإنسان العمل ولا يكون له ثمرة. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله عز وجل هو الذي يحييه، وهو الذي يخرج هذا الزرع والثمر. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بهذا الماء الذي أنزله الله عز وجل على الأرض وانتفعت به الأرض والزرع، فكانت النتيجة هذه الثمرات. أخرج الله عز وجل به من الثمرات رزقا لكم، يعني من أنواع الثمرات وأنواع النبات. أخرجه الله تبارك وتعالى متشابه وغير متشابه كما في الآية الأخرى، ويختلف في الأكل، يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. وهذا يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا ورحمته بعباده. في سوق السحاب من مكان بعيد وينزل المطر إلى أرض تحتاج إلى هذا الماء من أجل الزرع ومن أجل سقيا الناس، فينتفع الناس به انتفاعا عظيما، وإلا لو حبس عنهم لهلكوا. قال الله عز وجل في شأن المطر: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قال بعض السلف: ما عام أكثر من عام في المطر، ولكن الله عز وجل يصرفه كيف يشاء، يكون هذه السنة في هذه الأرض أكثر وفي السنة الأخرى في غيرها، وهكذا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني طعاما لكم وعلفا لدوابكم. فالله عز وجل رزقنا بأسباب، ومن ضمنها هذا المطر. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وإذا كان هذا الرزق من الله تبارك وتعالى فالواجب الشكر.
شكر الله عز وجل على رزقه ونعمه بعبادته وتوحيده جل وعلا. ولهذا أعقبه بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله الذي أنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وخلق السماوات والأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فلا تجعلوا له جل وعلا بعد هذا كله أندادا. هذا يخالف الفطر ويخالف العقول، وفيه نكران للجميل والمعروف والإحسان من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل رحيم بعباده ينعم عليهم بهذه النعم الكثيرة برهم وفاجرهم. فهذا الرزق والخيرات والبركات تتنزل على البلاد كلها، بلاد المسلمين وبلاد الكفار. والله عز وجل تكفل برزق العباد كافرهم ومؤمنهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولما قال إبراهيم عليه السلام في دعائه لذريته من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني ارزق من آمن بالله، قال الله عز وجل ومن كفر، يعني حتى الكافر يرزقه الله عز وجل، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وعلم منها أن النعم تنسب إلى الله تبارك وتعالى، الرزق من الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا بنسبة النعم والرزق إلى غير الله جل وعلا. الأنداد الشركاء والنظراء لله تبارك وتعالى، أمثالا تعبدونهم كعبادة الله عز وجل وتنسبون النعمة إليهم. ولهذا ذكر بعض السلف أمثلة لهذا، فإنهم كانوا يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فمن ذلك قديما كانوا يقولون لولا الكلب في الدار لسرقنا اللصوص، ولولا البط لسرقنا اللصوص، لأن إذا جاء أحد غريب يصيح فيقوم أهل البيت ويهرب اللصوص، ولولا فلان لحصل كذا وكذا. ومثل الآن لولا أن السيارة فيها جهاز إنذار لسرقت. طيب في سيارات كثيرة ما فيها جهاز إنذار ولم تسرق، وأحيانا الإنسان يترك سيارة ينساها مفتوحة ولا تسرق. إذا الذي يحفظ هو الله تبارك وتعالى، والذي يسلط هو الله عز وجل. فنسبة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى هذا من البلاء. وأيضا ذكروا أنهم يقولون إذا سلموا في البحر قالوا كان الربان حاذقا. ومثل الآن الطيارة يقول والله بغينا الطيارة كادت تسقط ونهلك، ولكن ما شاء الله الكابتن الطيارة عارف وخبير وجيد. فنسبوا النعمة، نعمة الإنجاء إلى غير الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالذي ينجي هو الله تبارك وتعالى، والنعم تنسب إلى الله عز وجل، لا تنسب إلى أحد، ولا تنسب إلى النفس ولا إلى شرف النفس أيضا، لأن بعض الناس إذا جاءت النعمة يعتقد أن له مكانة عند الله عز وجل وأنه يستحق، كما قال قارون غيره إنما أوتيته على علم عندي. فيعتقد أن له منزلة عند الله ومكانة. لا، هذا الله عز وجل يرزق من يشاء ويضيق على من يشاء ويبتلي عباده جل وعلا. فتنسب النعم إلى الله تبارك وتعالى. هذا قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات وغير الثمرات كلهم من رزق الله عز وجل، والثمرات تأتي بالأموال. ولهذا بعض السلف في مواضع من القرآن يزيدون على هذا المعنى، يعني الثمرات، بأن المراد المال، لأن الثمرات تأتي بالمال، يبيع ويشتري وينتفع ويتحصل على المال. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ تعلمون أن هذه الأنداد لا قدرة لها على الخلق والرزق. أنتم تعلمون هذا وتقرون. نعم، كان كفار قريش يقرون أن الخالق الرازق المدبر المحيي هو الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
فهم يقرون أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر وهو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، لكن هذا ما يكفي. ولهذا بعض الناس الآن جاهل يقول اليهود والنصارى يقرون أن الله هو الخالق وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ويقرون بالآخرة والمعاد. نعم، اليهود يقرون بالمعاد، بل يدعون أمورا من تفصيلات المعاد، فيقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني يقرون بالنار وأنهم سيدخلون النار لكن أيام معدودة ونخرج ويخلفنا غيرنا من الأميين العرب. فهل إقرارهم بالله عز وجل وبوجوده وتدبيره يكفي؟ ما يكفي هذا. كفار قريش وغيرهم كانوا يقرون بهذا، لكنهم من جثى جهنم وصاروا مشركين في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أتوا بتوحيد الربوبية ولم يأتوا بتوحيد الألوهية. إيش معنى هالكلام؟ توحيد الربوبية أن يقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، هذا ما يكفي، لابد أن يأتي بالتوحيد الثاني، توحيد الألوهية. إيش معنى توحيد الألوهية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني ما تصرف عبادة إلا لله عز وجل، ولا تعبد الله إلا عبادة خالصة، ألا لله الدين الخالص. فكفار قريش كانوا يعبدون الله، كان عندهم حج وعندهم طواف بالبيت وعندهم صدقات وعندهم أعمال كثيرة يعملونها، وأحيانا يفاخرون أهل الإسلام بها. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. حتى الحجيج كانوا يسقونهم ويبذلون الأموال، ومع ذلك لا ينفعهم عند الله عز وجل، لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره معه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هم يحبون الله ولكن يحبون الأنداد كحبهم لله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا مستقر في الفطر، ولكن الشيطان يلبس على الناس. الآن الذي يأتي عند قبور الأولياء والصالحين، وترون هذا في المقاطع الآن انتشر كل شيء، ما هو شيء خافي، يأتي ويدعو وينادي وأنا في جوارك ويا فلان المدد المدد أغثني أنجدني حصل لي كذا وكذا، ويدعو ويناديه من دون الله عز وجل. طيب هل ينفعك هذا؟ هو نفعك هو حي؟ ما نفعك هو حي، ما نفع نفسه، فكيف ينفعك؟ قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوف الشبهة، هم عارفين أنهم ما ينفعون ولا يضرون وأنه ليس لهم من الأمر شيء، بس يقولون والله نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يوصون حاجاتنا. إذا جيت وقلت طيب تدعو، قال لا أنا عارف أن هالولي هذا ما يخلق ولا يرزق ولا يسوي شيء، بس أنه يوصل حاجتي إلى الله، أنا أدعوه وهو يوصلها إلى الله واسطة، لأنه هو قريب من الحضرة الإلهية. طيب هذا هو فعل كفار قريش، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول احنا ندعوهم بس ليشفعوا لنا عند الله. هو فعل كفار قريش، والله عز وجل يحتاج إلى واسطة حتى يعلم بحالك ويسمع دعاءك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلام عربي واضح، قريب، ما يحتاج إلى واسطة، جل وعلا يسمع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا تدعوا الأولياء والصالحين. فهذه مصيبة وبلية، يعني الموضوع هذا انتبهوا له، اللي هو ما يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. وهذا الذي أوقع كثير من المسلمين، حتى أحيانا يعني يلبس عليهم يقول يا أخي هذا يقول لا إله إلا الله ويصلي، عارفين أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويزكي ويذبح لله عز وجل، لكنه يذبح لغير الله، للجن، لكنه يدعو غير الله. هذا فعل كفار قريش، فلهم شبه يلبسون بها على الناس من أجل استنزاف أموال الضعفاء والمساكين.
هذا من أكل أموال الناس بالباطل وبالدين، نسأل الله السلامة والعافية، كما فعل الأحبار والرهبان، يأكلون أموال الناس بالدين، يلعبون عليهم في دينهم ليأخذوا أموالهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويلبسون على الناس ويزينون لهم الزيارات والاجتماع عند الأضرحة ودعاء الأولياء والصالح والنذر لهم وغير ذلك من أجل أموالهم، فيصدوا بهذا عن سبيل الله. الحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.